هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء اغا ودي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده محشي، شويه محشي لفت كده، بس عسل 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 عسل. وهنعمل معاهم كمان سمان محشي بالبصل والفلفلة، حاجة كده فاخر من الآخر، حاجة سبيشيال، حاجة طعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي وهنعمل المحشي بتاعنا ازاي. أول حاجة كده صليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيت اللايك، حطي اللايك وكمان اشتركي في القناة. يلا ان شاء الله ما حد حوش. تعالوا بقى نعمل شوية محشي. طيب هتعملي ايه؟ انا طبعا عارفين خلطتي في المحشي الجبارة، طعمها خطير 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 خطير. مش عايزه اقولك طعمها وريحتها بتبقى عامله ازاي يعني، فاخر من الاخر يا اخواتي. طيب جبت ايه؟ جبت هنا بصلتين كبار حلوين كده، قطعتهم مكعبات، ومكعبات مش كبيره قوي مش صغيره قوي طبعا، وحطيتهم يتشوحوا على النار. طيب انتي ليه ما بتضربهمش في الكبه يا ستي؟ انتي غاويه وجع قلب وعياط. انا يا جماعه ما بحبش المحشي البصل بتاعه يبقى مهري، يعني انا بحس ان الكبة بتقطعه صغير جدا وانا ما بحبوش كده. انا بحب البصلة تبقى حية كده في المحشي، لسه موجودة يعني. طيب صليتي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي رسول الله. بصي يا ستي، خدت البصله زي ما انت شايفاها كده وبدات اشوح فيها على النار حته سمنه. طبعا عايزه تحطي زيت حطي، عايزه تعمليها بسمنه اعملي شوحي بيها، عايزه تعمليها بزبده شوحي بيها، يعني المهم تشوحيها وخلاص. طيب وجينا هنا بقى ايه، جبت فصين توم هرستهم كده، وجبت طبعا عود بصل اخضر او بصلايه خضراء، معاها عود خضرة من بتاعة المحشي، وحتة فلفلاية. طب ايه هي خضرة المحشي؟ عبارة عن شبت وكزبرة، ولو عندك بقدونس حطي مش هيخسر، ماشي. بس انا بحط عموما، انا بحط شبت وكزبرة. خدت منهم عود صغير خالص وحطيت عليه بقى حتة فلفلاية حراقة على حتة فلفلاية عادة يعني حرة، مش حارة، وحطيت عليهم بصلاية خضر قطعتهم وفص ثوم. وبدأت أبهر بقى بالبهارات اللي عندي، حطيت كمون على كزبرة على فلفل أسود على قرفة ناعمة، على حبهان على ورق لورا على مطحون، كل ده طبعا على كبابة صيني، على ايه تاني، على قرنفل على ما اعتقد برضو مطحون، على جوز الطيب. تمام. كل البهارات بتاعتي على كمون على كزبره زي ما قلت لكم، كل البهارات اللي عندي اللي انا بحبها يعني، على جنزبيل طبعا مفروم، جنزبيل قولوا معايا جنزبيل بودر، ولو عندك جنزبيل فريش حطي منه. وحطيت كل البهارات دي على بعض، وقمت جايه بقى ايه، نازله على الخلطه دي كلها على البصل. بصي هتشمي ريحه محشي هتجيبلك لاخر الشارع. كل اللي هيجي يقولك انت عامله ايه في المحشي ده، طعمه حلو وريحته حلوه قلب الدنيا. يا لي ستي قلت لك على سر الصنعه اهو. بعد كده قلبته طبعا كويس كده، اول ما التوم ريحته تطلع والبهارات كمان تتشوح التشويحه الحلوه، حطيت فلفل اسود، جبت ايه معلقتين صلصه شوحتهم مع البصل والبهارات ديت و وجيت هنا بقى انا كمان برضو تاني تكايه من تكاتي، ان انا ما بحطش الطماطم مهروسه، يعني ما بضربهاش كده في الخلاط واروح ايه اصبها على البصله وتتسبك مع البصله، لا انا ما بحبش الحركه دي. انا بعمل ايه؟ بجيب الطماطم اخلطها واسبك واصفيها، اهم حاجه انك تصفيها، ما تقوليش الطماطم غاليه ومش هصفيها، لا صفيها. وبسبكها لحالها خالص، ولو عندي متسبكه في الفريزر بطلع زي ما انا عملت كده، واشوحها بقى مع البصله، وتبقى المرته اي مش المرته، تبقى الصلصه بتاعه المحشي ناشفه ما فيهاش ميه. طب بقى وبعدين تعالوا بقى، انا كان عندنا رز بسمتي، جبت حوالي كوبايه كده ولا كوبايتين، وقمت غسلاهم كويس، وقمت جايه ايه مصفياه، وقمت جايه ايه حاطه على الخلطه ديت بتاعه المحشي، وقلبته كويس حمصته على النار. وطبعا حطيت واحده مرقه دجاج معاهم وحمصته كويس على النار. طيب طبعا لو عندك رز عادي مصري اعملي بيه،
يعني. بس احنا بقى ايه، انا عشان ارض ضميري يعني وقال ايه انا عامله رجيم، فحطيت رز بسمتي. طيب ينفع المحشي بالرز البسمتي؟ اه بيبقى حلو جدا على فكره. انا حشيت الممبار بالرز البسمتي، كان طعمه ولا احلى من كده. وعملت المحشي ورق اللفت ده برز بسمتي، كان طعمه بصراحة عجبني جدا وحلو قوي. ما انتش عايزه تعمله برز بسمتي، اعمله برز المصري بتاعنا العادي. جبت بقى هنا بقية الخضرة بتاعتي، وهي على النار كده بشوح الخلطة بتاعت الرز. قطعت الخضرة كده بالمقص تقطيعة حلوة، مش ناعمة قوي برضو مش كبيرة، يعني تقطيعة وسط كده. وخدت كل ده تشويحة على النار وطفيت البوتاجاز. مش عايزة تشوحي الخضرة ما تشوحهاش، بس انا بحب ان الخلطة بتاعت والرز بتاع المحشي يتشوح حلو، ويبقى مفهوش نقطة مية، وكمان يبقى ناشف. حتى لو فاض مني طبق رز وانا مش عايزه مثلا احشيه دلوقتي، وعايزه احشيه مثلا تاني يوم او حاجه، او عايزه مثلا اجيب ممبار تاني يوم واحشيه بيه، بصي ولا بيجراله اي حاجه وبيبقى زي الفل. لكن المنغنغ اللي بيبقى فيه ميه ده لا، لازم أن تحشيه في ساعتها. المهم، وضفت كمان هنا بقى الملح، وضفت كمان ايه رشه سكر، وخلاص ركنته بقى على جنب. وجبت هنا حله فيها طبعا ميه بتغلي، معاها شويه سكر، معلقه سكر، ومعاها نطره زيت، شويه زيت يعني صغيرين. وسلقت ورق اللفت، شايفين اخضر ومنعنع كده وزي الفل. انا بصراحه وانا بجيب العيش الصبح ورق اللفت اغراني كده يعني، قلت لا انا لازم أنا اجيبه واعمل محشي بيه يعني. كان حلو قوي بصراحه، منعنع كده واخضر، وكان شكله يفتح النفس الحزينه. المهم، كانت الرابطه فيها خمس فلفلات، 5 لفتات ب2 جنيه ونص، يا بلاش. المهم خلينا ايه في موضوعنا. جينا بقى يا ست الكل، ايه حطي اللايك يا اختي، يا اختي ما تحطي اللايك، انت خسرانه شيء، حطي اللايك يا وليه منك ليه. المهم جينا هنا ايه، حطيت شويه زيت في الارضيه، وفوقهم بقى ايه رصيت ورقتين كده لفت. وبعد كده قطعت عليهم بقى ايه جزرايه على بصلايه على توميه على حته فلفلايه على ايه عودين كده كزبره في الارضيه، كل ده في الارضيه. وجبت ورق اللفت بقى زي ما انتم شايفينه كده زي الفل، اخضر، شايفين والله العظيم كان شويه لفت يستاهلوا بقكم، اخضر، كان شكله حلو قوي وانتي بتلفيه. طبعا تحطي شويه الرز المناسبين على الورقه، وطبعا ظهر الورقه اللي بتحشي عليه، والوش هو اللي بيبقى من بره، الحته الناعمه يعني اللي بيبقى فيها العروق دي هي اللي بتحشي بيها. حشيت طبعا الحله، وكان فاض معايا شويه رز، قمت جايبه حوالي 4 فلفلات و3 طماطمات. وقمت ايه الطماطم ابقي مسحاها من جوه كده بشويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه ملح. انا نسيت اعملها، بس بيقولوا ان دي بتطعم الطماطم اكتر وانتي لما تيجي تحشي طماطم يعني. وجبت ايه عود جبت قرن فلفل حراق كده وحشيته برضه. وكانوا شويه محشي ما اقولكمش. وفي الصينيه اللي انا كنت مشوحه فيها الرز بتاع المحشي، عملت ايه حطيت فيها شوية شوربة. لو عندك شوية شوربة تمام، لو ما عندكيش زي انا كده عملت مرقة دجاج وشوية مية وبهارات ومعلقة صلصة وشوية ملح وشوية سكر، وهسقي بيهم المحشي بتاعي. طيب شايفين مفيش، بصوا رزاية طالعة في الحلة يعني، حاجة كده سبيشيال كده، تيجي تشوفي اصلا المحشي وهو قبل ما يستوى يفتح النفس بصراحة. طيب جبت هنا بقى ايه قطعة زبدة فلاحي، قطعتها كده على الوش، ماشي. وجبت طبعا الشوربة بتاعتنا غلت كده، وسقيت المحشي وهزه هزتين كده، هز يا وز. وبعد كده نحطه على نار عالية، ولما يشرب المية بتاعته هوطي عليه خالص واسيبه يتردد. بجد بجد كان تحفة تحفة يا اختي. حطي اللايك بقى وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طيب جيت هنا بقى شوحت طبعا، حطيت هنا معلقه زبده، معاها فصين مستكه، معاها حته بصلايه، معاها حته فلفلايه، معاها ايه تاني يا ربي فص توم، ماشي، وحته طماطمايه صغيره، وشويه ورق لورا، على فصين حبهان، على فصين قرنفل، ماشي، على شويه فلفل اسود. وكان عندي الكتف بتاع الفرخه، كنت انا جايبه فرخه خدت منها الصدر بتاعها عملته بانيه، وفاضل الكتف بالجناح كده يعني حته من الصدر كده بالجناح.
والكبد بقى والقوانص بتاعه السمان والكبده والقنصه بتاعه الفرخه، وشوحت كل ده الجمال اللي انتوا شايفينه ده كله. شوحته كده في حته الزبده الصغيره، واول ما بتتشوح بنزل عليها بميه مغليه، وسبتها غلت، وقلت ايه هي تتسلق كده، وبعد كده نحمرها وناكلها مع السمان، لان بنتي ما بتاكلش سمان، الحوسه بقى. فقلت اعملها لها دي حلو تاكلها، واحنا ناكل احنا السمان. ماشي. وحطيت معاها كمان طماطمايه، حته طماطمايه. شوحت العمل ده زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليها بالميه المغليه وركنتها. والله العظيم كان حلو حلو حلو. طب هتقولي لي انت ليه بقى وحطيت معاها الكزبره كمان؟ هتقولي لي انت ما اخدتيش من الشوربه ديت سقيتي بيها المحشي؟ اقول لك يا اختي، انا اصلا من طبعي ما بحبش اسقي المحشي بالشوربه الا شوربه اللحمه بس. يعني شوربه الفراخ البيضاء انا ما بحبش اشربها، بابا عاملاها حلوه جدا على فكره، بس انا عموما ما بحبهاش، ولا شوربه البط ولا اي شوربه تانية. لكن شوربه اللحمه الحاجه الوحيده، لو اللحمه عجباني كده وشوربتها طلعت حلوه كده ورايقه، واللحمه ما اتغشتش زي كل حاجه مغشوشه في حياتنا، بسقي بيها، بسقي نصها شوربه واضيف عليها شويه ميه. برضه ما بحبش اسقي المحشي بشوربه كامله كده، هو هيسيس بقى وطبع. بصراحه انا بحب المحشي بالطريقه دي وطعمه بيبقى حلو جدا. طيب جيت هنا بقى ايه، حطيت نص البصله كده، جبت بصلايه حلوه كبيره كده، حطيت نصها، وحطيت شويه طماطم على فلفلايه على شويه كزبره وعلى فص ثوم، وهرستلك بقى كل ايه ضربت له كل ده في الكبه. وطبعا بهرت بقى، حطيت كمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا وفلفل مجروش، فلفل عادي يعني مش حراق زي البابريكا كده بس مجروش. وايه تاني، والبهارات بتاعتي المشكله اللي انتوا كلكم حفظتوها. وايه، وضربت كل ده مع بعض، وملح طبعا ومعلقه سكر بسيطه وشويه خل، وضربت الخلطه دي كلها مع بعضيها كده، عشان دي اللي هحشي بيها السمان. تمام. وادعكم من بره ومن جوه كده، وبقى زي الفل. عندنا قلب الطماطم هو حطيته برضو مع التتبيله ديت. خلاص خلاص. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيتي اللايك؟ ايوه انا عارفه ان انت حطيتي اللايك، بس مش كلكم يعني، بس يلا مش مشكله. جبت هنا شويه زيت زيتون في ارضيه القارب، وقطعت بقيه البصلايه كده شرايح تحتيها. حلو. لو انتي بقى عايزه تحشي السمان بصراحه كان حلو جدا. عايزه تحشي والسمان من خلطه المحشي، احشيه على فكره، مش هقول لا، يبقى محشي بالسمان حلو قوي. عايزه تحشيه مثلا رز، عادي رز بالكبد والقرنص مشوحه مع الكبده والقرنصه بتاعت السمان، تمام. عايزه تحشيه لسان العصفور في ريك اللي انت حباه. بس انا ايه، قلت احنا كده كده عاملين محشي، فانا مش عايزه احشيه حاجه، فقلت احشيه بصل. خلاص. ببهارات ببصل وخضار يعني بايه، بكده، واحط تحته بصل ويتاكل كده، هيبقى حلو وطعمه حلو. بصراحه كان طعمه حلو جدا على فكره. جبت طبعا السمان غسلاه كويس جدا. هتقولي لي اختي طب شاريه السمان بكام؟ بصراحه هو كان يعتبر رخيص، ارخص من كرتونه البيض. يعني السمانتين كانوا عاملين 35 جنيه، 4 سمانات كانوا عاملين 70 جنيه. حلو. 70 جنيه. يعني الواحد بصراحه يروح يشتري له سمنتين ولا 4 وياكلهم، احسن ما يشتروا كرتونة بيض. لان كرتونة البيض دلوقتي بقت ب95 جنيه و90 جنيه، حاجة يعني تحزن اللي ما يحزنش يعني. بس احنا ولا يهمنا، احنا بنشتري برضو البيض عادي خالص. الشعب المصري ده مفيش منه يا جماعة بصراحة. فراعنة يعني، اللي عايش في الزمن اللي احنا المدوحس اللي احنا عايشين فيه ده يحتاج له تمثال على فكرة. يلا الله المستعان. حطينا طبعا شويه زيت زيتون على شويه خل وايه، وخلطنا الخلطه دي، وطبعا حطينا عليها شويه ملح، وبهرنا برضو البصل بالخضار اللي تحت السمان ده. وجبنا السمان كنا برضو حطينا عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود، ودعكه السمان بالملح والفلفل الاسود من جوه ومن بره. وجبت زي ما انتم شايفين كده، باخد من الخلطه احشي صدر السمانيه كده، واحشي السمانيه من جوه، واكتفها وارصها على جنبها في القارب. ماشي. والسمنايه التانية نفس القصة وراها، والسمنايه التالتة. ماشي. انيمهم جنب بعض كده، نامي يا اختي في سلام. وبعد كده احشي كمان من عند الزور كده، وادخل كده الحشوة من تحت،
وخلاص. وكده السمان معانا بقى زي الفل. شايفين كبير والله وحلو، كان السمان فعلا حلو وكبير وسمين كده، ومتفرقوش عن الحمام على فكرة. يعني انا بحس ان هو ارخص من الحمام، ارخص واحلى كمان. وعارفه السمان ده بقى انا اكلته مره كان حلو جدا، وكان معمول بطريقه بسيطه خالص. دعكته برضو بالملح والفلفل الاسود، وتاجي تشوحيه مع فص توم وتسيبيه تكمريه مع نفسه كده، تحط عليه فص او تحط عليه قرن فلفله ماشي، وبصلايه، تكمريه في الحله كده من غير شويه ميه صغيرين خالص، وتهدي عليه النار وتسيبيه يستوي مع نفسه. والله العظيم، وتقومي واخداه بقى مشوحاه في حته سمنه بلدي، وتاكليه بيبقى جامد خطير، احلى بقى من اي حاجه. ماشي زي ما انتم شايفين كده، خدت السمان رصيتهم جنب بعضيهم، كانوا 3 سمانات. طب في سمانه ناقصه يا اختي، انت مش قايله ال74 جنيه؟ اه كنت جايبه ال4، بس السمانه يعني عملناها مره قبل كده لوحدها، فبقى ال3 ايه يا جماعه. ماشي، كان حلو زي الفل. حطي لايك يا اختي يلا، واشتركي في القناه. وبعد كده جبت بقى هنا ايه، معلقه صلصه، عليها شويه بهارات، تمام، وحطيت عليها شويه ميه بتغلي، وايه هرشهم كده على السمان، واغطي السمان بورق فويل، وادخله الفرن مع نفسه كده شويه، ومباخدش وقت، نص ساعه اقصاها، ولا تلت ساعه، ولا ربع ساعه، تلاقي السمان اصلا استوى. وهدخله الفرن على ما اللهم صل على النبي، على ما المحشي يتردد، انت فاهماني. وكمان المحشي يتردد والفرخه تكون استوت، هطلعها احطها مع السمان لما احش الفويل من عليه، عشان خاطر يتحمر كده من فوق ومن تحت، تتحمر معاه. وخلاص وكده زي الفل. والكبد والقوانص انا اصلا كنت طلعتها في نص الاكله، يعني كلتهم يعني اول ما استووا، طلعتهم رشيت عليهم شويه ملح وشويه كمون، وكلتهم كده سخنين، انا بحبهم كده. هنغطيه بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده، وهدخله بقى ايه الفرن ربع ساعه نص ساعه بكتيره. تقومي حايشه الفويل من عليه، وتشغلي عليه الشوايه من فوق، يتحمر من فوق ومن تحت، وتلاقيه زي الفل. على فكره مبياخدش وقت خالص. شايفين والله شويه سمان يستاهلوا بقكم. حطيت معاه حته الفرخه طبعا عشان تتحمر معاه، لان انا مش هحمر بقى في زيت ولا كلام من. هنا طبعا ايه المحشي بتاعنا كان استوى، والفلفله ايه كانت انا كبسها رز كده، فطلعت رزها شويه من بره بس زي الفل. والمحشي كان زبده، ورق اللفت ده بيبقى زبده، بيبقى عسل 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 عسل. انا بحبه كمان عن الورق الكرنب، وعن كمان ورق الخاص، وعن ورق العنب بصراحة، بحس انه اطعم كمان ورق العنب. وطلعت السمان زي ما انتم شايفين اهوت من الفرن، شويه سمان يستاهلوا بقكم، مع شويه محشي يستاهلوا بقكم. شايفين المحشيه، وشايفين الرز مستوي ومفرفر، وعقده انا بعقد له زي المحشي العادي بالظبط، زي الرز العادي خالص. والسمان هنا مستوي كده، وصدره كان تحفه التحفه. ويبقى الف هنا على اللي كل. واقول لكم بقى ايه، في رعايه الله وحفظه، ونتقابل في فيديو جديد. بس هنا انا عملت ايه، جبت اللفت قطعته وحطيت عليه شويه ملح كده، وسبته نزل ميته، وعملت له التحديقه بتاعته وحدقته. اقول لكم بقى مع السلامه، في رعايه الله وحفظه، باي باي.